حالة الاهلي المتواصله وقت اللي كل مره يتعدى بكريز لما نلقاوه اقوى من اللي هو واقف، معناه هو طايح تلقاه اقوى ساعات من اللي هو واقف. باش نقول لك معناتها نحيو الناحيه انت خاطر العلميه دربت في مش الوسط نقول لك باش نحكي مش كسيونتيفيك ولا كعلمي بصراحه كواحد عاش في السيونس اللي عاش في المنظومه. اي فوالا عاش في المنظومه، عاش في يعني واحد عاش في المنظومه، عندهم شغف ورغبه كبيره نتاع القاب، يعني يحسبوا الالقاب، ما نقولوش احنا لعبنا مليح وما يحسبوهاش، يحسبوا قداش رقم كسرنا رقم وضغط غير عادي بصراحه. الضغط الجماهيري رهيب، يعني شفت اليوم ربحت الماتش وسكرت هذه التيتر، غدوه الصباح تلقى الناس تحكي في التيتر اللي بعده، فماش نحكيو نفرحوا به سي فرحنا وفيه الماتش اللي بعده التيتر اللي بعده، رغبه كبيره تحديات كبيره وروح الفانيلا يعني بالارقام. كي نشوف الماتشات اللي هزهم الاهلي في دقيقه 90 يعني احنا تكوينا بنارهم دقيقه 90 مع الصفاقسي ندري الصفاقسي في تونس ابو تريكه 2006 اي فبصراحه روح تزرعت في النادي. مصر هاربه بينا من الاول وتوا ومن بعد بنادي واحد تحارب فيك بالنادي الاهلي. الزمالك باس تحارب فيك بنادي واحد الاهلي. 2012 هزوها، 2013 هزوها، 2015 14 هزوا كاف معاه لفاحات 3 سوبر، هم 6 القاب في بطوله واقف واهلي بارك ماهوش الجيل الذهبي، وهم فينال مره اخرى بعد غدوه يلعب. نعطي فيك في ارقام شنو احنا والاسماء والفرقنا ونغولوا فيها ونوحشوا فيها ونكبروا فيها ونصيدوا فيها ونصدروا فيها. اما لا ليش يقول يا صاحبي 20 لقب افريقي راه 20 بطوله افريقيه ايش تحكي معناها 20 مره افريكا قالت لا لي شامبيون. باش تقول لي عندي كومبلكس؟ اي ولا عندي كومبلكس من سنين الاخرى. الانديه نتاعنا الحقيقه جميعها عملت لي كومبلكس في الامور هذه بالحق. كل مره يجي يربح يهز بطوله ويروح، وهذا راه المشكل في الرياضات الكل. شوف انت هاند وفولي، تعرف الاهلي السنه الشامبيون دافريك هاند وفولي وباسكيت كان يهزوها الفوت على الوداد في نفس العام في 12 شهر في الكاتر سبور. واقع فهمت، احنا نقولوا نماري وما نحسدوه.